حبايبي اهلا بيكم من مطبخي كله بيتي مع دودي. يا ريت بقى اللي بيشوف قناتي كده لاول مره يا ريت يشترك ويفعل الجرس ويشرفني كده ويشوف كل الفيديوهات اللي انا عاملاها. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله يعني انتشرت جدا على اليوتيوب في الفتره الاخيره دي، فقلت بقى اعملها معاكم كده على طريقتي. معانا ورقه اللحمه هنعملها بطريقه وبشكل جميل جدا. هتبقى ان شاء الله سريعه وحلوه وهتعجبكم ومستويه جدا جدا. هتعجبك وهتعجب اسرتك كتير. يلا بينا نصلي على رسول الله، نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف المقادير اللي معانا. انا هنا معايا حوالي كده يعني حبيتين بطاطس كده متقطعين مكعبات زي ما انتم شايفين، ومعايا جزر برضو كده مقطعاه مكعبات، وبرضو معايا شرايح كوسه زي ما انتم شايفين كده بقى دي الكميات دي على حسب انت احتياجك. ومعايا نص كيلو لحمه، ومعايا صلصة طماطم، ومعايا البهارات بتاعتي اللي استخدمها بابريكا وبهارات وزعتر وملح وحبهان و... وقرفة. ومعايا بصل كده متقطع شرايح، ومعايا فصين توم مهروسين. هبدأ بقى كده اجيب الطاسة بتاعتي احطها على النار زي ما انتوا شايفين. هبدأ احط فيها مادة دهنية بقى ايا كانت انت حباه. بصراحة انا حطيت سمنة بلدي عشان خاطر دي المادة اللي هنشوح فيها اللحمة. اول حاجة هنشوح اللحمة فيها، تمام. الخطوات اللي انا هقولها لكم دي بسيطه وسهله جدا والله، لو اتبعتوها ان شاء الله باذن الله تطلع معاكم احلى ورقه لحمه. مش هتستصعبوها ولا حاجه خالص، ان شاء الله باذن الله تطلع معاكم جميله جدا. وكل المكونات وكل المقادير ان شاء الله باذن الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده هتلاقوه كده علامه او مثلث كده صغير تحت الفيديو على ايدك الشمال. هتفتحيه هتلاقي فيه كل المكونات على اي وصفه بعملها. اهو كده يا حبايبي انا حطيت اللحمه كده على في الماده الدهنيه اللي انا حطيتها. هخليها بس ايه طبعا الطاسه تكون سخنه جدا وتكون السمنه مقدوحه يعني كويس. وهنزل بقى باللحمه بتاعتي هخليها تاخد بقى صدمه كده من على كل جانب. يعني ايه صدمه؟ يعني هقفل المسام بتاعتها كلها، مش هخليها تنزل ميتها خالص. اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى ان انا ايه على كل وش بقى كل ما تغير لونها على وش اقلبها على الوش التاني. مم. اهو انا كده بادئه اقلبها اهو على الوش التاني. انا حابه بس اوريكم لونها. بصوا لونها غير ازاي، شايفين لونها غير ازاي؟ خدت الصدمه اللي انا بقول لكم عليها، المسام بتاعتها كلها اتقفلت. ودي تبقى خطوه برضو هتفيدك في التسويه بتاعه اللحمه في القارب او في الطاجن اللي انت هتعمليه، على اساس تسهل معاكي سوى اللحمه. اهو هقلبها كده على كل يمه. طبعا انا يسعدني ويشرفني بقى اللي ليها اي وصفة او ليها اي حاجة عايزة تجربها زي ما بقول لكم، والله ببقى سعيدة جدا لما حد بيطلب مني اي وصفة اعملها له. ويا ريت بقى كده تكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم يعني على اي حاجة انتوا عايزينها، وتعليقات بقى كده حلوة على الوصفة اللي انا بعملها كده، اكون سعيدة ان شاء الله واتشرف بيها. اهو كده هي كده خدت الصدمة اهي من جميع الجوانب زي ما انتوا شايفين. اهو تمام كده. اهو شايفين لونها غير كل قطع اللحمه اهي لونها غيرت معايا اهي، كلها خدت لون واحد اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى انزل عليها بالبصل اللي انا مقطعاه حلقان كده زي ما انتوا شايفين، او جوانح كده زي ما انتوا شايفين، وحط عليه فلفل اسمر. البصل ده انا حاطه عليه فلفل اسمر، بيطعمه وبيخلي ريحته جميله جدا وهو بيتشوح كده. هبدأ بقى ان انا اشوحه مع اللحمة، مع طبعا بقى المادة الدهنية دي، يعني عايزة اقول لكم ان الريحة بتكون فظيعة جدا. اهو هنبدأ كده ان احنا نحط كده البصل زي ما انتوا شايفين وهنشوحه بقى كده معاه. هنقلب كده كله مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. طبعا بقى هبدأ يعني ايه اهدي النار شوية على اساس ان اللحمة ما تتحرقش مني، وكل حاجة بقى ايه تاخد كده تشويحة كده على نار هادية، تبقى جميلة وتحتفظ بالايه بالقيمة والفوائد الغذائية اللي فيها. ما نحرقهاش احنا، بس ما يدوبك هيديها تشويحة صغيرة. تمام كده. اهو اهو
اهو يا حبيبي انا كده بقلب كله. طبعا البصل بيتشوح مع اللحمه، بياخد من طعم اللحمه، واللحمه بتاخد من ريحه البصل. الاتنين كده بيبقوا عاملين ميكس جميل جدا. هبدأ بقى ارش على البصل دوت او اللحمة والبصل، يعني حوالي ربع معلقة من السكر. ليه؟ بيدي بقى كده كرملة كده للبصل كده، وبيديله طعم كده يعني مسكر شوية. بيظبط المذاق بتاعي، وبيخلي طعمه جميل قوي. يعني بصراحة نقطة البصل دي انا جربتها في اللحمة اللي هي بصوص البصل. ان شاء الله بإذن الله هجربها معاكم واعملها لكم في مرة. عملتها بصراحة وجربتها، كانت جميلة جدا ما شاء الله. كل اللي يعني كل اللي اكلها اثنى عليها، كانت طعمها جميل جدا، يعني حاجة حلوة بجد. ان شاء الله بإذن الله هجربها معاكم واقول لكم يعني على الطريقة تبقى ازاي. واللي حابب بقى يكتب لي في الكومنتات يعني عايزينها ولا لأ. بدأت بقى كده احط البهارات اللي معايا، اللي هي البابريكا والزعتر وكل البهارات اللي احنا قلنا عليها في الاول. اهو كده حطيناها. انا عايزه اقول لكم يا جماعه بقى ان الريحه بجد يعني والله العظيم بجد يعني حاجه تشهي جدا. هبدا بقى انزل بفص الثوم اللي معايا. هقلب ده كله برضو على النار اهو. عايزاكم بقى تتخيلوا الريحه بقى كده معايا، يعني بجد حاجه كده تحفه مش قادره اقول لكم عليها. طبعا عود القرفة دوت ده اختياري. يعني لو انتي في ناس بصراحة ما بتحبش القرفة قوي. انا برضو على فكرة يعني مش بحبذها قوي في الاكل، بس حسيت مع الوصفة دي هتدي كده ريحة يعني حلوة وجديدة وطعم مختلف. فانتي هتعمليها، وبعدين بعد كده تشيليها قبل ما تحطيها على المكونات اللي هي الخضار بتاعتك. يعني بعد ما اللحمة تخلص كده شيلي بقى عود القرفة على طول. ما تخليهوش يعني يستوي مع الخضار. دي للناس اللي ما بتحبش القرفة قوي في الاكل. وهبدأ بقى انزل بحوالي معلقة او معلقتين من الصلصة الجافة او الصلصة المجففة اهو. تمام كده. وهبدأ بقى ان انا اقلب تاني كل المكونات الجميلة اللي انا حطيتها على بعضها دي. بجد يا جماعة والله العظيم يعني كانت اكلة بجد فعلا كانت جميلة جدا. يعني انا عايزاكم بس تتخيلوا حلاوة الحاجات اللي انا حطيتها على بعضها دي، وطعمها بجد في الاخر عامل ازاي، وريحتها كده وانا بعملها اصلا تخيلي عاملة ازاي. اهو قلبت ده كده كله مع بعض اهو. تمام كده اهو. تمام انا مش عايزاها زي ما قلت لكم مش عايزه المكونات دي تتحرق او تستوي قوي. هي بس مدوبك تشويحه كده مع اللحمه، كل ياخد من طعم بعض. هبدأ بقى الخطوه اللي بعد كده، هنشل بقى اللحمه من الحاجات اللي انا حطيتها دي كلها لوحدها. هحط اللحمه بقى كده في طبق لوحده زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو تمام كده اهو. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالحاجات اللي في الطاسة لسه دي. البصل مع البهارات مع الصلصة مع الكلام ده كله. هبدأ بقى انزل عليه بالخضار اللي انا مقطعاه معايا. طبعا بقى انتي لو عندك اضافات تانية عايزة تحطيها حطي. يعني انا بقولك مش الوصفة يا جماعة مش يعني مش حكر على حاجة معينة عشان انا عملتها مثلا بشكل معين تبقى هي كده. لا، انتي ممكن تضيفي اي حاجات من عندك، وممكن تحطي اي حاجات انتي من عندك تخترعي فيها، وهتطلع برضو زي الفل. لو انتي عندك بتاع دوت بسلة حطي، عندك فاصوليا تحبيها تحطيها على المكونات دي حطي. كل اضافاتك ان شاء الله تبقى جميلة وهتطلع زي العسل من ايديكم بأمر الله. اهو هنقلب بقى ده كله كده مع الخضار بتاعي، برضو ياخد برضو كده من ريحة اللحمة والحاجات اللي احنا شوحناها مع بعض دي اهو كده زي ما انتوا شايفين. اهو. اهو كده. تمام كده اهو. وهبدأ بقى انزل بصلصة الطماطم اللي انا الفريش اللي انا ضربها في الخلاط اهو. واقلب برضو كله كده مع بعضه اهو.
هنزل بقى كله كده بكل الكمية اللي معايا. هقلب بقى كده كله ببعض. طبعا لو احتاجتي ملح بقى كده انت دوقي، لو احتاجتي ملح حطي ملح. انا هنا بقى جبت القارب بتاع البايركس زي ما انتوا شايفين. هحط طبعا من تحت كده الاول، هحط كده ورقة ورق حراري اللي هو الفويل الورق الحراري اهو. هغلف بيه القارب بتاعي كله اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا مش هنحط الاكل عليه مباشرة لانه غلط، بس احنا بنحطه علشان خاطر يحتفظ بالحرارة اكتر ويساعد على سوى الطاجن بتاعي اكتر. تمام. طبعا انت عندك قارب زي دوت، عندك حلة برضو بايركس عادي حطي فيها، عندك طاجن فخار حطي فيه، يعني مش شرط برضو. عندك صينية عادية حطي فيها برضو، لفيها كده بالفويل عادي. انا كده اهو لفيت الصينية بتاعتي بالفويل اهو. وهبدأ احط برضو من جوه بقى ورقة زبدة. طبعا عشان غلط لما نحط الاكل دوت في الورق الحراري ده، غلط طبعا عشان بينتج مواد مضرة يعني. اهو هبدأ بقى ان انا بالورق الزبدة كده برضو اغلف على الورق الحراري. طبعا ده كله بقى يحتفظ بدرجة الحرارة وهيسوي لي ورقة اللحمة بتاعتي ان شاء الله تبقى تسويتها زي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي اهي، ما شاء الله انا عملتها اهو. سهلة لفتها وما فيهاش اي حاجة خالص اهو. وهبدأ بقى انزل بكمية بقى الخضار اللي انا عملتها على النار كده، ووزعتها مع البصل والحاجات اللي اتبقت من تشويح اللحمة اهو. اهو كده وزعتها كويس كده في الصينية. وهبدأ بقى احط من فوق الوش، ارص من فوق الوش اللحمة بتاعتي. عايزة اقول لكم بقى ان اللحمة لما اتشوحت مع كل الكلام الجميل اللي احنا عملناه ده، يعني بعد السوا بتبقى ليها بقى طعم وريحة كده ونكهة خطيرة. اهو كده حطيتها من فوق الوش. وهبدأ بقى ان انا اقفلها بقى كده كويس خالص، مخليش فيها اي حاجة باينة، علشان البخار يسويها كويس جدا وتستوي معايا كويس جدا. ومحتاجش تكون نية او تقعد اللحمة مثلا تقطع معايا او تحس ان هي ناشفة اهو. هلف ده كله بقى كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين اهو. اهو هلفها كده كويس قوي. طبعا هنا الفويل اثر معايا، هكمل عليه ان شاء الله بفويل تاني. هلفه كله كويس، مش هسمح باي حاجه تكون مفرغه هوا او مش محكمه يعني، كويس عشان خاطر تساعدني في السوا. مهم. اهو انا كده جبت حته كمان عشان زي ما قلت لكم عشان اكمل عليها اهو. هقفلها كويس كده من كل الجوانب زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. تمام كده. بس انا مش محتاجه اكتر من كده. هدخلها بقى الفرن على الرف اللي في النص، على درجه حراره كده تكون متوسطه، بحيث اسيبها براحتها ان هي تستوي. اهو انا كده دخلتها الفرن يا حبايبي وخرجتها. هي عايزه اقول لكم ما شاء الله طالعه مستويه جدا وجميله جدا. كل حاجه فيها مستويه، الخضار مستوي، اللحمه مستويه. هي يعني بتاخد بس مده شويه في الفرن، مثلا ممكن تاخد من ساعه ونص لساعتين. بسيبها من ساعه ونص لساعتين، يعني لو هتعملي غدا اعملي حسابك ان دي بتاخد وقت شويه في الفرن عشان اللحمه تاخد سواها. وده كان الشكل النهائي للطبق بتاعي اللي هو ورقه اللحمه. يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله وتجربوها وتعجبكم. وما تنسوش بقى الاشتراك والاعجاب في قناتي بقناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.